عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منوعات فطيمة. النهارده ان شاء الله روتين قاسي جدا، كل شغل كده في بعضه. فحبيت بقى اجيب معاكم نبدا الاول بتنظيف القراميط في وسط الروتين كده. كنا منضفينها مع بعض قبل كده بس ده كان روتين بقى. بسم الله. في قراميط متوسطة كده هذبحهم وارجع لكم عشان الذبح غلط. وقف يا ماي. انا كده ذبحتهم زي ما انتم شايفينها، بس انا ما ذبحتش معاكم عشان الذبح غلط. والمقص ده انا بحب اعمل بيه عشان حامي برضه، يعني مقصات المطبخ اللي بتستحمل القراميط. يلا روحوا هناك. انا معوده الفراخ كده يقعدوا حواليا وانا بعمل اي حاجه. انا كنت بطلع انضف هنا اعمل الكرنب واعمل البسله واعمل كل حاجه هنا، بس النهارده بقى عشان كنت مستعجله عشان كان روتين وكده عملت الحاجات دي تحت. وكمان السمك انا مش بنضفه تحت في الشقه. ليه؟ عشان المطبخ صراحه بيبوظ المطبخ، بيزفر المطبخ. فانا لما بيكون سمك بعمله هنا فوق، سمك او قراميط او اي حاجه تنظيف اي حاجه. منضفاهم معاكم قبل كده، بس انا قلت ايه يعني بما ان الروتين بقى صعب وكده ابدا معاكم بالقراميط الاول. شايفيني بعمل ايه؟ هم على فكره صغيرين، بس القراميط الصغيره بتكون احلى، بتكون طعمها احلى. القراميط الكبيره دي بتكون طعم اللحمه بتاعتها مفتله، بس دي متوسطه يعني. لا تجيبيها صغيره قوي ولا كبيره قوي، تجيبيها متوسطه كده. هطلع لهم اي حاجه عشان نروح لبعيد. الفراخ دي امشي يلا بعيد عني. هنا هعمل واحد كمان بنفس الطريقه اللي عملنا بالتانيه، يعني التاني. بتعملي ايه يا ماي؟ انت بتلعبي يا ماي؟ ماشي. هوقف بقى وارجع لكم لما اقصقصهم ونفتح قلبهم مع بعض. وكده خلاص قصقصتهم زي ما انتم شايفين. هطلع اللي في قلبهم بقى. افتحهم كده ونطلع اللي في قلبهم. حيرتوني. خدي هناك اهو. مش عارفه حاطه لهم درع ومش عارفه مالهم كده. بيحبوا السمك باين يا رميل. خد اهو. روح يلا هناك. دول بيتخانقوا عليه. هطلع كل اللي في قلبهم بقى وارجع لكم. وكده خلصت، طلعت اللي في قلبهم. ونجيب بقى اللي هو الراس بتاعتهم دي، نحطها في البلاستيكه اللي جنبها كده، ونقطع بقى حتت على زي ما انتوا عايزين. يعني تقطعي القرموط كده زي ما انت عايزه، الحجم اللي انت عايزاه بقى هتعمليه. مش عارفه الفراخ دي مالها النهارده، لانها عارفه ان انا بصوت. مش عايزاكي تصوري. ايه؟ مش عايزاكي تصوري. سبحان الله، القرموط مذبوح وبقطع فيه والديله لسه بيعمل كده، بيتلعبط. حاجه غريبه جدا.
خلاص خلصنا التنظيف. كنت هنسى وزن ده. كنت حاطه الكرتونه دي عشان اعمل عليها. روحوا وراها يلا هناك. وقفوا تعالوا حطوا شويه ميه. وكده حطيت لهم شويه ميه، كشطفتهم في الميه ديت الاول. هغسلهم كذا غسله لسه برضه عشان الزفاره وكده. مش عارفه الفراخ زمان كانت بتخاف وكانت عندها دم. مبقوش بيخافوا ليه؟ دلوقتي ما بقاش عندهم دم. مش عارفه مالهم كده. صحي هناك مش خايفين من السكينه حتى. جعانين. هقتلهم والله. ده مطروح. فضلي يا ميه شويه ميه تاني. نوقف. وانا بعد ما غسلتهم كذا غسله زي ما انتم شايفين بالميه عشان اخد ميه تاني. السطح اتحروس. الايه؟ السطح عادي. احنا بننام هنا. معايا هنا بقى معلقتين كبار من الملح. الملح ده بقى بيضيع ريحه الزفاره بتاعتهم. ومعايا ليمونه كبيره، ده الليمون اللي هو اللي بيتعمل اللي بنخلله، ده ليمون القضاليا. بس عشان يعني تظبط الدنيا. يعني لو ليمونه صغيره فهتكون شويه. فدي كنت نسيها في التلاجة، ما عملتهاش كده فجبتها. ما تقولي ما عملتهاش ايه؟ ما عملتهاش مخليه. ما اتسلقتش مع اخواتي. هي جت في وقتها. مش عارفه جامده ليه. لسه خلص اهو ما دخلت. مستفزين. احنا كده خلصنا القراميط. هننزل تحت اغسلهم بقى في المطبخ تحت الحنفيه غسلتين 3 كمان. وادخل الفراخ ديت اللي عملوا صداع دول ونكمل تحت ورانا حاجات كتير مع بعض. وهنا زي ما انتم شايفين بعد ما نزلت من فوق بقى ابدا بالخضره بتاعتي. جبت الكزبره بتاعتي نضفتها كويس من الحاجات الصفراء اللي فيها وحطيتها في كيس لوحدها زي ما انتم شايفين اهو. والجرجير كمان هنضفه كويس. هنضفه كويس من الحاجات الصفراء اللي فيه برضو زي ما انتم شايفين. ونحطه برضو في كيس لوحده. مش بحب احط الخضره بتاعتي في التلاجة من غير تنظيف عشان تفضل معايا كده حلوه وخضره كده ونظيفه. تفضل الاسبوع كله سليمه زي ما هي، ما بيحصلهاش اي حاجه. بننقيها كويس من الحاجات الوحشه، الحشيش، الحاجات الصفراء اللي فيها اي حاجه، ونحطها في الكيس ونطلع بس نغسلها كده كويس ونعملها نستخدمها على طول. فانا بدات اول حاجه بالخضره بقى عشان ما تتبلش مني زي ما انتم شايفين كده. يوم السوق ده بيكون يوم متعب فعلا، بس بنخلص فيه كل حاجه. لو نضفت حاجتك كده اول باول، عملت البسله وعملت القلقاس وعملت كل حاجه والخضره والحاجات دي، هتسهل معاك الايام اللي جايه كتير. كده حطيتها في الكيس واحطها في التلاجة. نجيب الفراوله بتاعتنا بقى نطلع فيها الاخضر اللي فيها ده كويس وننضفها برضو حلو كده زي ما انتم شايفين كده. ما نحطهاش كده على طول في التلاجة. ننضفها الاول كده، نغسلها غسله كويسه ونحطها وناكل منها بقى على طول. وهنا هبدا اعمل الغدا قبل ما اكمل، لان هو جوزي عايز الاكل على طول، فقلت ابدا في الغدا. هنا جبت الفرخه بتاعتي انا نضفتها وغسلتها كويس بالملح والليمون والخل، وجبت شويه زيت كده في الحله بتاعتي اللي بحمر فيها على النار، وبشوحها كده زي ما انتم شايفين. بصفرها كده بس من الجنبين عشان ما تكونش بيضه معايا كده في الرز وتكون وحشه. لازم نحمرها كده. ممكن تخرطوا عليها بصل لو انتوا بتحمروها برضو، بس انا عشان مستعجله بقى مش هخرط. زي ما انتوا شايفين كده نطلعها بقى ونجيب البرايم بتاعتنا ونجيب نغسل الرز كويس ونحط في كل واحده فيهم كده شويه من الرز الاول زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده نرش عليهم كل واحده شويه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره فلفل اسود. الفلفل الاسود بيخلي طعمهم جميل خالص وبيديهم ريحه حلوه وطعم حلو، بيكونوا حرقين شويه كده. انا بحب اكتر فلفل اسود في الرز بتاعي بيخلي طعمه حلو. انتوا على حسب ما انتوا عايزين بقى، لو مش عايزين تكتروا بلاش، بس هو بيخلي طعمهم حلو. ونقلب الرز كويس كده في الفلفل الاسود.
زي ما انتوا شايفين كده. ونوزع، نجيب الفرخة بتاعتي انا مقطعاها زي ما انتوا شايفين حتت صغيرة مش كبيرة قوي، مقطعة الصدر 2، مقطعة الورك 2. هنوزعها في البرايم بتاعتي فوق الرز اللي انا حطيته. بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين، انا عاملاها معاكم قبل كده الطريقة كاملة في الفيديوهات بتاعتي لو حد عايز يشوف الطريقة كاملة لوحدها. ونرش على وشهم برضو على اللحمة على الفراخ شوية فلفل اسود تاني عشان تدي طعم حلو للفراخ بتاعتي. وهنا نجيب الرز بتاعنا برضو ونغطي بيه، نغطي الفراخ بتاعتنا بس، مش هنكتر رز يا جماعه، احنا بنغطي الفراخ بس عشان تطلع معانا مستويه وحلو. والرز بتاعنا بيزيد اصلا في البرايم، والفراخ كمان بتستوي، فاحنا مش عايزين نزنق البرايم بتاعتنا جامد. نغطي الفراخ بس زي ما انتوا شايفين كده. معلقه طعام ملح بقى كل واحده فيهم، معلقه من بتاعه الطعام دي نملاها ملح ونحطها على وشهم، طبعا على حسب البرايم بتاعتك برضو، بس انا المعلقه انا شايفه ان هي كفايه وكده هيكون مظبوط، انا متعوده بعمل كده كل مره. وهنا نغطيهم باللبن بتاعنا او لبن على ميه، بس المهم يكون النص على الاقل لبن، بس انا حاطه اللبن اهو، لبن بقر يعني، اي لبن عندك بقى في البيت. وهنا جبت البسله على ما حطيت البرايم بتاعتي في الفرن، افرفط في البسله كده على ما تستوي البرايم بتاعتي عشان ما اضيعش وقت يعني. زي ما انتوا شايفين كده، هو كان كيلو بسله، كويس انه ما كانش كتير. وهنا البرايم بتاعتي غلت في الفرن فوطيت عليها شويه، انا عاملاها في فرن البوتاجاز جنب كده. وهنا خلصت البسله اهي زي ما انتوا شايفين على هما ما كانوا غلوا. هلم القشر بتاعها بقى في كيس الزباله كده عشان ما كركبش الدنيا جنبي. زي ما انتوا شايفين اجيب بقى، هي هتحتاج جزرتين 2 بس لان هي مش كتير، انا بنحب فيها الجزر الكتير، بس انا شايفه ان جزرتين حلو لان الجزر كبير اصلا. اقشر الجزرتين بقى واخرطهم على وش البسله كده. انا مش هشيلها كتير في الفريزر، هعملها على طول الاسبوع ده، فعشان كده مش هسلق البسله ولا اعمل فيها حاجه زي ما بيقولوا. لو هنسيبها للسنه بقى فبتعوز موال تتخزن بطريقه تانية، بس انا هنا هعملها على طول يعني، مش بحب اخزنها بصراحه، مش بحب اغيبها في الفريزر. وهنا جبت القلقاس بتاعي، هم قالوا عايزين القلقاس النهارده صباح كده، فهعمله جنب الفرخه بتاعتي بقى، بيكون حلو جنب الرز في البرام كده. اقشره كده اهو زي ما انتم شايفين، كله في الكيس برضو اللي جنب ده عشان ما بهدلش الدنيا جنبي. واخرط القلقاس بتاعي. انا القلقاس يا جماعه مش بغسله، لانك لما بتغسلي القلقاس الماده اللي انت بتغسليه بميه سخنه بتطلع فيه، دي بتكون الماده المفيده اللي فيه، فاحنا هنا مش هنغسله. انا بجيب فوطه نظيفه، فوطه المطبخ تكون نظيفه، وامسح القلقاس كده من بره وخلاص، هو اصلا نظيف يعني، كده بيكون مفيد اكتر. هنا حطيت حله فيها ميه على النار تغلي، وجبت طماطمتين وجبت بصلتين لان انا ما عنديش شوربه بصراحه، فانا عملت شوربه كده. وجبت معلقه فلفل اسود وحبه هان وورق لورا، ونزلت على الفراخ بتاعي على القلقاس بتاعي بيهم كده، ومعلقه ملح برضو كده. احنا عملنا شوربه. هنا بقى على ما يغلي القلقاس بتاعي اغسل البسله بتاعتي كويس على الجزر في المصفى زي ما انتوا شايفين كده. مش بحب اركن الحاجه جنبي، اعمل واخلص نفسي على طول. وهنا الفراوله برضو جبتها زي ما انتوا شايفين اهي، هغسلها كويس بقى تحت الحنفيه. احطها في المصفى بعد ما اغسلها. انا هنا عملت البسله خلاص خلصتها وحطيتها في الكيس بتاعها، احطها في الفريزر، والفراوله كمان احطها في التلاجة من تحت ناكل منها، مش هنخزنها لانها فراوله حلوه مسكره. وهنا عملت الكزبره بتاعتي للقلقاس والثوم قشرته. وهنا خلاص الرز بتاعي والفراخ استوى اهو في الفرن. قبل ما نطفي عليه ب5 دقايق هنجيب لكل واحده معلقه من الزبده او السمنه الفلاحي او اي سمنه عندك او الزيت زي ما انت عايز على وشهم كده، ونحطها على وشهم، مش هنسيحها، هي هتسيح في الفرن لان الفرن سخن. انا مطيه عليهم على كل واحده معلقه زي ما انتوا شايفين كده. ونقفل الفرن عليهم 5 دقايق كمان عشان بس السمنه تسيح على وشهم كده ويكون طعمهم حلو وريحتهم حلو. الفرن البوتاجاز بيخليها حلوه جدا. هنفرم التوم بتاعنا اللي احنا قشرناه كويس
انا بحب اعمله في الهون بصراحه. اجيب معلقه كزبره ناشفه، لازم كزبره ناشفه بتدي القلقاس طعم جميل جدا. القلقاس والملوخيه الناشفه تحط لهم كزبره ناشفه مع معلقه صغيره كمون، وندقهم كده على بعض في الهون. وهنا الطماطم اللي انا حطيتها القلقاس بتاعي زي ما انتم شايفين، بالمعلقه كده ونهرسها في جنب الحله. لو ما تهرستش معانا نطلعها في طبق ونعملها عشان بس ما تكونش باينه في القلقاس بتاعي. وهنا خلاص القلقاس، قبل ما نطفي عليه هنبص على الرز بتاعنا الاول، هنسيبه شويه. هنا الرز استوى بقى، هطفي عليه، طفيت عليه. هنا قبل ما نطفي على القلقاس برضه هنجيب الكزبره بتاعتي. عفوا. نقلب الكزبره الاول قبل ما نحط عليها التوم، عشان هي بتاخد وقت شويه. قبل التوم كده بدقيقتين في شويه زيت كده. بعد كده ننزل عليها بالتوم. انا مكتره توم لان كل ما تكتري توم للقلقاس بيكون طعمه حلو. نقلبه كده دقيقتين ولا حاجه، ما نغيبش التوم على النار والكزبره، عشان عايزين ريحتهم وطعمهم يكون حلو كده، ويكون الخضار بتاعهم زي ما هو، بيكون طعمه احلى، طعمها احلى في القلقاس كده. خلاص انا شايفه ان هي خلاص، هطفي عليها بقى وانزل بها على القلقاس بتاعي. قبل ما اطفي عليه بثانيتين اغليه غلوه واحده بالكزبره كده والثوم، بعد كده بطفي زي ما انتوا شايفين كده. وكده خلاص هنطفي على القلقاس بتاعنا كده جاهز للتقديم. وهنا الكرنبه كنا ناسينها، ما كناش عملناها. زي ما انتوا شايفين هنطلع الاخضر اللي فيها ده، وعشان جوز اللي بيجيب بقى فمش بيعرف يجيب الكرنب بشكله كده كويس. بس المره اللي فاتت والله كان جايبها حلو، المره دي مش عارفه خضره ليه كده. هنطلع الاخضر اللي فيها بقى، اللي في الجنب ده. هي شكلها كلها خضره ولا ايه مش عارفه. انا مش الكرنب يا جماعه مش بسلوه، انا بجيبها اطلع الاخضر اللي فيها زي ما انتوا شايفين، اللي بره كله، اللي حوالين اللي انا هحشيه، واحطها في الفريزر. ويوم ما اطلعها اعملها تاني يوم او تالت يوم ما بجيبها بطلعها اقطعها بقى واغسلها كويس تحت الحنفيه غسله نظيفه كده، مش بسلقها، هي بتتسلق في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هوديها الفريزر اهو. وهنا خلاص الاكل بتاعنا استوى كده، غرفت خلاص الرز بتاعي، طعمه جميل وريحته جميله جدا. جربوه بالطريقه دي هتعجبكم خالص. وهنا القلقاس بتاعي خلاص برضو طعمه جميل خالص. وعملت طبق سلطه جنب الاكل، انا بحب السلطه جنب الاكل دايما. وهنا الليمون معصفر. اتفضلوا بقى معانا. يا ريت بقى ما تنسونيش في الفيديو ده الكومنتات الجميله بتاعتكم عشان بستناها لو عجبكم. وما تنسونيش برضو في اللايكات الجميله، واللي ما اشتركش في القناه اشترك عشان يوصل لكم مني كل جديد. وهنا لما بغسل حاجتي في المطبخ عند سور البلكونه كده، بحب في الشمس ارص كل حاجه عليه عشان تنشف وادخلها نشف. والسلام عليكم ورحمه الله.